تعالى اقولك على تتبيله هتخلي الكبده بتاعتك ريحتها تجيب لاخر الشارع. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير وفي افضل حال. جاي لكم النهارده فيديو قوي جدا، هنعمل كبده اسكندراني. يلا قبل ما نخش في الفيديو كده اعملوا لي اشتراك ولايك، واعملوا لايك كتير ما تنسوش في الكبده الجميله دي، واشتركوا معايا لو ما اشتركتوش وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. يلا نسمي الله. هنقول معانا كبده الكميه اللي انت عايزاها. هنحط عليها خل وليمون في الاول كده، احنا مش بنغسل الكبده يا بنات بميه عشان الزفاره. هقول معايا ايه بقى تاني. معايا هنا بقى التتبيله دي الخطيره، كل السر هنا. معايا معلقه كبيره بهرميه كده من معلقه الاكل، شطه خضراء، على توم، حبه توم محترمين كده، ونص معلقه صغيره من الشطه الحمراء اللي هي هريسه الشطه. خلي بالك عشان الشطه ما تبقاش حراقه على الولاد. انا عملت شطه بارده للي حابب البرده، ما حطيتش على الحته الحراقه بس اللي هي ايه، اللي هرسة الشطة. ونزلت بتوم وبصل وتوم ونزلت معلش عفوا، نزلت بكمون وكزبرة وحبة من السبع بهارات والملح حسب الرغبة. ومعايا فلفل بارد مقطعاه حلقات كده. زي ما انتوا شايفين كده انا قلبت التتبيلة دي. هسيب التتبيلة ديت في الكبدة قد ايه؟ هسيبها، انا سبتها حوالي ساعة ونص. انتي حابة تسيبها ساعتين ده براحتك، بس انا سبتها ساعة ونص عشان كنت خلاص ميعاد الغدا جه. بننزل الكبدة يا بنات في حبة زيت محترمين كده سخنين. اقول لك ازاي الكبده تطلع معاكي زي الزبده وطريه، ما تكونش مثلا غامقه، وما تكونش بتنزل ميه. بس عايزه اوريكي ان الكبده ما فيهاش ولا بق ميه، ليه؟ من صدمه الزيت اللي احنا عملناه فيها. بصي كده، الكبده بتاعتي ما فيهاش اي ميه، لان انا صدمت بيها الطاسه. الزيت كان سخن والطاسه سخنه بتاعتي، ونزلت مره واحده. بصي انا بوريكم اهو، مفيش اي ميه في الطاسه. فعلا حرفيا الكبده ما نزلتش ميه خالص. ليه؟ نزلت بالطاسه السخنه زي ما قلت لكم. هنزل هنا بشويه من الفلفل الاسمر بس صغيرين. ليه ما حطيتش الفلفل الاسمر يا ام نور في الاول وانتي بتتبلي؟ عشان الفلفل الاسمر يا بنات بيغمقها. لا، احنا عايزين الكبده بتاعتنا فاتحه وجميله كده. فاتحه وجميله من ايه؟ من الخل والليمون اللي احنا عملناه في الاول، اللي احنا شطفنا بيه الكبده. ما بنحطش على الكبده يا بنات ميه خالص. بصي بقى طلعت معايا بالجمال ده. ما بتاخدش اكتر من 5 6 دقايق على النار، وتكون الكبده جاهزه معاكم كده. زي ما انتوا شايفين الجمال، الكبده جميله جدا، لونها حلو، طريه. عايزه عصره ليمون وتبقى جاهزه معاك على الاكل. طبعا بنحط عليها بطاطس، وبنحط معاها بطاطس وسلطه بقى وخيار، وتبقى احلى غدوه. عايزه حابه تعملها سندوتشات حسب انتي ما بتاكلي. اعملوا لي لايك واعملوا لي اشتراك في القناه لو ما اشتركتوش. اخواتي وحبايبي بحبكم في الله.